فيما يخص القرارات اللي تم إعلانها من نادي الزمالك، فيما يخص أيضا اللقاء اللي يقيم من ما بين نادي الزمالك والنادي المصري، اللي فيه كتير كلام بيتقال. الحق اصله الكابتن محمود البنا هيمشي، الحق اصله الكابتن محمود البنا هيتشطب، الحق ده مش عارف مين يروح مين، الحق ده مش عارف مين هيروح فين. كل الكلام اللي بيتقال النهارده عزيزي المشاهد مجموعة من الانفرادات والحلويات وكل حاجة النهارده هتتقال. طيب فيما يخص برضو التحكيم، علشان نبقى منصفين الى حد سواء في مسألة التحكيم، لو احنا هنتكلم كناس بتنتقد، وايضا تحكيم لو احنا هنتكلم كناس حياد ما بين الاتنين. طيب الطبيعي ان التحكيم هو عنصر من عناصر اللعبة اللي بتكون موجودة في ارض الملعب، 11 هنا و11 هنا، والعنصر الوحيد اللي هو بيحكم ما بين الاتنين هو الحكم. فالطبيعي انه الحكم يكون موجود، لا خلاف عليه. طيب ايضا في كل الدوريات اللي بره انت بتشوف ان عنصر التحكيم ده اللي موجود هو عنصر بيتم حمايته بمجموعة من القوانين اللي بتنظمها او بينظمها الاتحاد اللي موجود في الدولة دي. ولنفترض انه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، فهو ايضا بينظم وبينسق مجموعة القوانين اللي بتحمي حكم المباراة، علشان تخرج الصورة زي اللي انت بتشوفها في الدوري الانجليزي. وزي ما انت دلوقتي بتقول يا رب الدوري الانجليزي او الدوري المصري يوصل حتى لربع اللي احنا بنشوفه في الدوري الانجليزي.